مساء الخير على حضراتكم، اهلا وسهلا في حلقه جديده من برنامج الكره مع محمد صابر. النهارده انا عايز اتكلم مع حضراتكم على موضوع مهم جدا جدا جدا، هو مسكوت عنه، بس انا هنا في برنامج الكره مع محمد صابر مش هسكت عنه، وبدعو كل اعلاميين مصر زمايلي المحترمين، الاعلام المقروء والمسموع والمرئي، يبانوا مع برنامج الكره مع محمد صابر. ومحمد صابر القضيه اللي هتكلم عليها دي، هو ينفع حضراتكم يكون لعيب عنده 20 سنه او اقل من 20 سنه او عدى ال 20 سنه واقول له يا نجم؟ ينفع حضراتكم لعيب عامل موسم استثنائي او هداف الدوري لموسم او عمل موسم استثنائي اقول له يا نجم؟ انا رسالتي النهارده للتعليق الرياضي، بالراحه شويه على لعيبه مصر، بالراحه شويه على لعيبه مصر. انا بكلم حضراتكم النهارده، احنا ما عندناش لغايه دلوقتي وانا بكلم حضرتك في 2023 استشاري نفسي. لازم يكون عندنا استشاري نفسي. اللعيب ما يستحملش كلمه نجم. اقول نجم مين يا محمد يا صابر؟ اقول لحضرتك على نجم حقق بطولات مع منتخب مصر، حقق بطولات مع النادي بتاعه، يعني جاب بطولات مع منتخب مصر، جاب الدوري والكاس وبطولة افريقيا مع النادي بتاعه. اقول له يا نجم زي مين؟ انا هذكر بس امثله بسيطه، زي كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، كابتن محمود الخطيب، كابتن حماده امام، كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق جعفر، كابتن احمد الكاس، كابتن حسام حسن، كابتن محمد صلاح فخر العرب، نجم النجوم، فخر مصر، ابو مكه، وهداف الدوري الانجليزي والهداف التاريخي للدوري لنادي ليفربول الانجليزي، وابن مصر البار، وابن القريه المصريه اللي انا عامل له مبادره اسمها ابن مصر، بدعمه ان شاء الله لغايه ما ياخد بلندور 2023 بمشيئه الله. السنه دي نفرح مع محمد صلاح. هو ده اللي اقول له يا نجم النجوم، هو ده اللي اقول له يا نجم. انا كل اللي ذكرتهم دول يعني ده مثل بسيط. انا لو هتكلم عن نجوم الكرة المصرية مش هخلص مع حضراتكم لغاية الفجر، لان احنا عندنا نجوم اثروا فعلا، نجوم بمعنى الكلمة، ضحوا عشان الكرة المصرية وضحوا عشان بلدهم، كانوا بينتموا للفانيلا مش للفلوس. ده اللي اقول له يا نجم النجوم، ده اللي اقول له يا نجم النجوم. مش النهارده يعمل موسم استثنائي اقول له يا نجم، النهارده هداف الدوري اقول له يا نجم، عمل موسم استثنائي اقول له يا نجم، هداف بس مره للدوري اقول له يا نجم. ما ينفعش يا جماعه، اللعيبه بتاعتنا ما تستحملش. انا بتكلم حضراتكم النهارده عشان كلنا، انا مع حضراتكم بتبنى الحلم منتخب مصر، الحلم 2026 والبلان اللي احنا حاطينه لغايه 2050. احنا كده بنهد اللعيبه بتاعتنا. اللعيبه بتاعتنا ما عندهاش استشاري نفسي، ما يستحملش كلمه نجم، ما يستحملش. لازم النهارده بالراحه شويه يا زمايلي المحترمين في التعليق الرياضي، بالراحه على لعبتنا شويه. النهارده احنا بجد كلمه نجم دي كبيره قوي، كبيره قوي. لازم انا ذكرت ان نقول لهم يا نجم. دول نجوم اثروا الكره المصريه، جابوا بطولات مع منتخب مصر وانديتهم. ونجم النجوم بقى، نجم النجوم اللي كلنا بنحبه وشعب مصر كله بيحبه من اسكندريه لاسوان، ابو صلاح، ابو مكه، هو ده نجم النجوم. يا جماعه بالراحه شويه على لعبتنا. انا النهارده كنت لازم اتكلم مع حضراتكم على الموضوع ده. الموضوع ده انا هفضل اتبناه لاخر يوم ليا في الاعلام الرياضي، هفضل اتكلم على الموضوع ده عشان بلدي مصر وعشان منتخب مصر وعشان انديه مصر وعشان لعيبه مصر. انا بجد كنت سعيد جدا 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 مع حضراتكم اليوم اللي انا اتكلمت على الموضوع ده. انا بصراحه بقى زي السيستم اللي احنا اتعودنا عليه، بخلص الحلقه وبتعلم من ورا حضراتكم. هستنى حضراتكم على صفحات برنامج الكره مع محمد صابر والاعلامي الرياضي محمد صابر على الفيسبوك، وقناتي على اليوتيوب الاعلامي الرياضي محمد صابر. وميرسي جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.